السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وفرحانين كدوزوا رمضان في احسن الاحوال وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله باذن الله. فيديو جديد ونهار جديد ويوم جديد من اليوميات ديالي. كما كتعرفوا هاد الايامات كنبارطاجي معكم اليوميات ديال رمضان. ان شاء الله يا ربي اليوميات ديالنا ينالوا الاعجاب ديالكم والروتينات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والمشاهده ولهلا يخطيكم البنات. بالنسبه للفيديو ديال اليوم صراحه ما كنتش عاوده انني نبارطاجي معكم، حيت البنات اليوم قيلت واحد النهار قيلت ماشي هي هذيك. صراحه دارها بيا رمضان، ما نعاود لكم شي قيد اليوم راسي كيحرقني ومفشوله حيت ما نعشتش مزيان. ونص في الصباح خرجت قضيت واحد الغرض انا والام ديالي، يعني ما قدرتش البنات انني نبارطاجي معكم ضل العظيم، ما قدرت نعمل حتى شي حاجه. تقربي اذن المغرب عاد نوجد غير الطابله ديال الفطور وصافي. المهم انا هنايا غادي نبارطاجي معكم الطبيله ديالنا المتواضعه جدا جدا، وغنبارطاجي معكم واحد العصير اللي كيجي منعش، وكذلك بنات خبزات معمرين وصافي صافي. المهم كنتمنى من الروتين ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش البنات انكم تخليو لي بزاف ديال التعاليق اللي يحمسوني ويشجعوني انني نبارطاجي معكم اكثر واكثر. هنايا بنات حبيت نقول لكم كنعتذر على التصوير، حيت انا كنت حاطه التليفون هيدا في السفره كيصور لي، وما رضيتش البال بان التليفون ميال حتى مشيت انني كنمونطي دابا. عاد كنلقى الفيديو هكذا ماشي هو هذاك. المهم كنعتذر البنات سامحوا لي. وصافي صافي دابا ان شاء الله باذن الله غادي نبارطاجي معكم هيدا الطبيله ديالنا المتواضعه جدا جدا. صافي غير نوت حيت كما قلت لكم خرجت في الصباح بكري، مشيت مع الام ديالي قضينا واحد الغرض ومن بعد رجعنا. ومن رجعت البنات رجعت عيانه كما قلت لكم، ضربتني قيله حيت ما عملت لا طربوش لا حتى شي حاجه، والله العظيم الا قيله دوختني. مع كنت صايمه. صافي ديك الساعه غير نعست وصافي حتى قرب يأذن المغرب نوض غير وجدت هيدا الطبيله وعملت واحد العصير اللي غنبارطاجيه معكم. عصير منعش كيجي لذيذ الصراحه، ومكونات جد بسيطه ومتواجده في اي بيت. فصافي البنات اول حاجه عملتها هي بقيت كنهز اي حاجه من الكوزينه، داكشي اللي بحال الكيسان د العصير، بحال زليفات، بحال مغارف، بحال التمر وشباكيه، وداكشي يعني الكرموس والصفوف، داكشي كامل اللي ما كيحتاجش في الكوزينه بقيت كنهز ونحط في الطاوله باش كيخويو الكوزينه وكيعطيو اتساع هيدا من الكوزينه وكتلقى فين تخدم. صافي ديك الساعه ملي غنحط هادشي كامل اللي ما كيحتاجش كيما قلت لكم، عاد غادي نرجع باش غادي نعمل عصير، نعمل اتاي، نعمل خبيزات. الصراحه خبيزات معمرين راه عندنا خبيزات كما شفتوا معايا راني بارطاجيت معكم خبيزات في الفيديوهات المقبله، ما عرفتش بالضبط اش من فيديو. وبقاو لي الخبيزات خبعتهم في النبيره ودابا غير غادي نسخنهم البنات وغادي نعمرهم. بالنسبه للحشوه ما عملتش شي حشوه اللي هيدا كتدي الوقت وداكشي، شحرت غير كبيده وغادي نعمرهم غير بالكبده وصافي صافي. يعني ما عملت حتى شي حاجه اللي مكلفه كما قلت لكم ولا متعبه، حيت ما بالخصوص شي حاجه اللي متعبه ما قدرتش انني نعملها. وحتى اختي عاوتاني كانت مشغوله في شغل اخر، يعني ما كانش عندنا الوقت اصلا. وهادشي اللي كاين، يعني اليوم الطبيله ديالنا غادي نوجدوها باقل حاجه ممكنه وداكشي اللي بسيط جدا جدا. قولوا لي البنات كيف كدوزوا نتوما رمضان؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كدوزوا رمضان بخير وعلى خير واموركم تكون كلها مزيانه ان شاء الله باذن الله. قولوا لي اش اخباركم، واش دارها بكم رمضان، واش مزيانين، واش بخير، كاين شي شهيوات، كاين شي حداقه ولا والو؟ المهم كنتمنى انكم تواصلوا معايا هيدا في الكومنتيرات ولا تدخلوا عندي الانستغرام. بغيت انني نجمع معكم، بغيت نهضر معكم، بغيت نتهاود انا وياكم، بغيت نحس بكم قراب مني بزاف. وهادشي اللي كاين، يعني هذا هو الطلب ديالي منكم، انكم تكونوا قراب مني. ودابا انا البنات غير كنبقى نمونطي بحال هكذا فيديوهات كنحس براسي وكانني كنهضر معكم وانتم معايا والله العظيم. وكنحس بواحد الفرحه كبيره هيدا ملي كيكون عندي شي فيديو كنقول بلاتي نوض نمونطي، حيت ملي كنبدا نمونطي كنقول بحال لا انني كنهضر معكم. وهادشي اللي كاين بنات. كنتمنى منكم انكم تواصلوا معايا وتبارطاجيو معايا اي حاجه ولا اي وصفه مثلا، اي وصفه سهله عدلتوها بارطاجيوها معايا باش انا نبارطاجيها مع المتابعات ديالي، وهكذا نستافدوا من بعضياتنا ونفيدوا بعضياتنا ان شاء الله باذن الله. كيف ما شفتوا معايا البنات هنايا كان سكر تسالى، عمرت داك اللعيبه ديال السكر عمرتها بالسكر، ومن بعد عاد غادي ندوز باش غادي نطحن العصير. بالنسبه للعصير كما قلت لكم عصير منعش وباقل حاجه ممكنه، اي حاجه زعما عندكم ممكن عندكم في الدار تقدروا انكم تعدلوا بها هذا العصير هذا. انا البنات عدلت هذا العصير بالليمون واللتشين اللي غادي نطحنهم كما كتشوفوا معايا. عملت واحد الليمونه
اولا حامضه. المهم كل واحد شنو كيقول لها. انا كنقول ليمونه البنات قشرت لها داك القشور ديالها، وكما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو غير القشور البنات اللي كيكون خضيضر ولا صفيفر، داك اللب ما عرفتش كيسميوه، المهم داك القشره البيضاء ما كنعملوهاش، حيت داك القشره البيضاء البنات كتطلق المروره، وانا ما بغيتش العصير ديالي يجي مر. المهم هانتوما معايا وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نعمل هذا العصير هذا اللي كيجي صراحه لذيذ. وكتعادلوا فيه الماء، واحد الكميه ديال الماء اللي كيف ما وريت لكم في بدايه الفيديو. غادي نعمل لتر ونص ديال الماء، وجا صراحه كافي وكتير. وهذه هي الطريقه البسيطه ديال هذا العصير هذا. المهم من بعد ما طحنت داك اللتشين والليمون وقشور د الليمونه، غادي نصفي هيدا في الصفايه، وغادي نصفيه مزيان مزيان حتى يبقى لي غير داك اللب في الصفايه. غادي نخوي عليه الماء عاوتاني باش كيتشلل مزيان مزيان. ومن بعد عاد غادي نطحن داك البنانه وشويه ديال الفريسه وواحد التفاحه، غادي نخلطهم معاه. واذا كان عندكم اي اضافه بنات بغيتوا انكم تضيفوها، بحال مثلا دانون، ولا بغيتوا تضيفوا هيدا اي فاكهه، كيوي ولا مانغا ولا اي حاجه كانت متوفره عندكم، يعني ما تديوش على هادشي اللي عملت انا بنات. يعني اي حاجه كانت متوفره عندكم تقدروا انكم تضيفوها، وشحال ما ضفتوا من الفواكه شحال ما كيزيد يزيان هذا العصير هذا. حيت البنات عصير بسيط وغير بالماء هكذا كما شفتوا معايا، وراه صحي بزاف. بالخصوص البنات الا ما عملتوش السكر، انا هنايا غادي نعمل سكر صراحه، يعني ما يبقاش صحي، ولكن نتوما الا عملتوا العسل صراحه غيجي صحي مزيان مزيان. المهم هانتوما معايا ان شاء الله باذن الله، وقولوا لي في التعليقات واش بصح صحي ولا ماشي صحي، حيتاش ما فيهش شي حاجه اللي كيماويه ولا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، فيه غير التين والليمون، وفيه واحد البنانه، وفيه شويه ديال الفريسه، وفيه واحد التفاحه بنات. يعني داكشي عادي، ما فيهش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وصافي البنات من بعد ما طحنت داك البنانه وفريسه وتفاحه، عصرت داك الصفايه، بغيت كنخوي عليها الماء وكنعدلها بحال هكاك كما نتوما شفتوا معايا. ومن بعد غادي نخلط هاد العصير هذا مع بعضو، وغادي نشلتها هذيك بالماء، حيت كما قلت لكم غادي نعمل لترونس ديال الماء، حيت داك الكميه اللي عملت راه كتدي ترونس. ودابا عاد غادي نعمل السكر. بالنسبه للسكر البنات الصراحه ما حسبتش، عدلت واحد الكميه، ومن بعد غادي نطحنها هكذا بشويش ديال الماء وغنخلطها، وغادي نديرها في داك العصير، وغادي نخلط مزيان مزيان. وصراحه جا هو هذاك، يعني ما جا مسوس ما جا مالح، الله يا ربي ما جا مسوس ما جا حدو. وصافي البنات، المهم غادي نعمر بها كيسان ديالي، وجا صحي وجا لذيذ، وبالنسبه للوليدات حماقوا عليه، وهادشي اللي كاين. ودابا البنات من بعد ما غادي نسالي العصير ديالي، غادي ندوز باش غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله باذن الله خبيزات معمرين اللي سخنت. راني عملتهم هيدا في داك اللاطه ديال الفران، ودخلتهم للفران حتى يسخنوا شويه، ما يسخنوش بزاف حتى يتقرمشوا، غير غيسخنوا شويه باش كيرطبوا، ما كيبقاوش باردين من النبيره، حيت جبتهم من النبيره. ومن بعد البنات عاد غادي ندوز باش غادي نمشي باش نعمرهم هيدا بكبيده، حيت البنات الحشوه ما عملتش شي حشوه اللي كتدي الوقت، عملت غير كبيده وصافي. وبالنسبه للكبيده راه دغيا دغيا كتشحروها هيدا غير في الزيت وصافي. وبالنسبه للخبيزات البنات ملي جبتهم من الفران غادي نلويهم مزيان مزيان في داك الدريره، وغادي نعدلهم في بلاستيكه باش كيبقاو رطيط بعد ما كيبسوا ما حتى شي حاجه. وبخصوص الا كان باقي المغرب معطل هيدا ما تعدلوهمش كما كيقولوا، لا ما تعدلوهمش، ما تخليوهمش عريانين، عدلوهم في بلاستيكه. وصافي من بعد البنات مشيت هيدا كنقشر في البيضات، خليت داك الخبيزات هيدا في ميكا، ومن بعد جيت هنايا كنقشر البيضات. المهم انا قلت لكم كنوجد هيدا في الطبيله وكنهضر معكم، يعني ما عملتش شي حاجه اللي كثيره بنات، غير داكشي اللي بسيط جدا جدا واللي كنعدلو في الفطور دائما بارطاجيته معكم. يعني بغيت غير نبارطاجي معكم اليوم ديالي والفطور ديالنا كيف ما هو، وصافي بنات. يعني داكشي بسيط وعلى قد الحال. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي امين. ومصابعه الصحه والسلامه وطولة العمر، والانسان انه يكون فرحان مع العائله ديالو مع الاحباب ديالو، هذاك هو المهم البنات. اما قوه الطبله تكون عامره وداكشي، راه داكشي غير مظاهر. واصلا البنات والله ما كيتنكل، كناكلو غير داك شويش ديال الحريره وشويش ديال العصير وصافي الانسان كيشبع. وهادشي اللي كاين. وبالنسبه للقناعه راه كاينه في القلب. وبالنسبه للناس اللي ما قانوعينش، راه واخا كتكون الطبله قداش نيه وعامره راه ما كيكونوش قانعين، وهادشي اللي كاين. وصافي البنات دابا غادي نعدل البيضات ديالي هيدا غنقطعهم بحال هكذا، وغادي نديهم من الطابله. وكيف ما قلت لكم بعد غادي ندوز غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي مهمه صراحه في الفطور، وحنا كنستغناو عليها ما كنعملوهاش. غادي نعدل واحد الطبيسيل ديال الشلاضه اليوم، اللي فيه الخاص والخيار ومطيشه وبصله. مهم الشلاضه العاديه جدا، حتى شحال هادي ما كليناها صراحه من دخل رمضان ما كلينا شلاضه. وبالنسبه للشلاضه راها مهمه هيدا في رمضان، وحنا كنغفلوا عليها ما كنبقاوش نعدلوها في رمضان.
هذا علاش البنات من الاحسن كل الخضر وكل الفواكه اكثريه، كل الخضر والفواكه، حيت الخضر والفواكه راهم مهمين هيدا في رمضان. وصافي البنات، واحد الحاجه اللي كتنقص عليا الشغل في رمضان ولا في الايامات ديال رمضان هي اي حاجه عدلتوها ديوها للطابله ديالكم باش كتعطي الصراحه، كتعطي اتساع وما كتبقاش ترون هيدا في الكوزينه. يعني اي حاجه وجدتوها حطوها في الطابله، حيت الطابله البنات ديال الفطور راه كتبقى على جنب، ما كيمشي ليها حد، ما كيعاديها حد، كما كتعرفوا راه كتكون بعيده. يعني وجدتوا اتاي حطوه في طبيله، وجدتوا العصير حطوه في طبيله. وحتى دابا البنات يعني ما كاينش داك الحراره باش نعدلوا العصير في النبيره ونعدلوا شي حاجه نعدلوها في النبيره اولا شلاضه مثلا. يعني البنات من الاحسن اي حاجه وجدتوها عدلوها في الطبيله ديالكم وخليوها على جنب وصافي. المهم هانتوما البنات الشلاضه ديالي كيفاش عدلتها، زوقتها صراحه بحال هكاك وحطيتها. وبالنسبه للشليضه راه خاصها تكون ضروريه هيدا في المائده ديال الافطار. وصافي صافي البنات، كما كتشوفوا معايا دابا راه قرب المغرب يأذن، مشيت باش نخوي العصير هيدا في الكيسان، وكذلك نعمر الحريره يلا باش تبرد. وصافي يعني البنات دابا اخر مرحله، صافي سالينا تقريبا كل شيء، غادي نعمر غير كما قلت لكم العصير والحريره. وصافي هذه هي الطبيله ديالنا المتواضعه جدا جدا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي امين. ومصابعه الصحه والسلامه وطولة العمر. وجبرت صراحه قدامي داك الرايه ديال المغرب، هزيتها حطيتها فوق داك الشليضه. ما عرفتش، المهم جبرتها تما، جبرتها في الدار. قلت بلاتي نزوق بها اليوم مائده ديال الافطار باش نبين للمتابعات ديالي بانها الطبيله هذه راها مغربيه، حيت بزاف بزاف د المتابعات ديالي عندي مصريات، عندي جزائريات، عندي تونسيات، كنقول لهم تحيه كبيره كبيره مني ليكم. وشكرا بزاف بزاف على المتابعه ديالكم والهلا يخطيكم. وان شاء الله يا ربي كنتمنى لكم المزيد من التوفيق ان شاء الله باذن الله. وتحيه لجميع المتابعات ديالي سواء مغربيات ولا ماشي مغربيات، وسواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف والهلا يخطيكم عليا. وشكرا بزاف بزاف على التفاعل ديالكم معايا، الهلا يخطيكم البنات. وهنايا البنات كنكون قربت نسالي الفيديو ديالي وقربت نسالي هيدا الروتين ديالي ولا الطبيله ديال الفطور ديال هذا اليوم هذا السابع. تبارك الله ما شاء الله الايام كيطيروا ورمضان ماشي كيطير. المهم البنات كنتمنى لكم فرجه ممتعه وبصحه وراحه فطوركم. انا متاكده انكم غتشوفوا الفيديو من بعد الفطور، ولكن بصحه وراحه فطور اللي ما يجي ان شاء الله باذن الله. ودابا البنات ما بقى لي غير انني نقول لكم تهلاو لي فراسكم وانتظروا مني المزيد من الفيديوهات ان شاء الله يا ربي في القناه. وشكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وانا كنتسنى منكم بزاف بزاف ديال التعاليق اللي تحفيزيين وتشجيعيين ليا. شكرا لكم بزاف بزاف والهلا يخطيكم. وتهلاو فراسكم وانتظروا مني فيديو جديد في القناه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.